في بداية الفيديو ده خليني أقولك إن أنت تقريبا عشت نص حياتك مخدوع، وتلات أرباع الحاجات اللي أنت بتشوفها حواليك بقت مش حقيقية، والموضوع تطور لأبسط التفاصيل. يعني تقريبا كل مشاهد الأكشن اللي أنت بتشوفها في الأفلام واللي بتتطلب وجود عربيات وموتوسيكلات أغلبها مش حقيقية وعبارة عن جرافيكس وسي جي آي، بما في ذلك المطاردات والسباقات ومشاهد التحطيم ومشاهد السيول وكل الحاجات اللي ممكن يكون تصويرها صعب وتكلفتها عالية جدا. طبعا في ناس ناصحة هتيجي تقول لي لا، احنا كنا عارفين ان كل دي خدع وان كل المشاهد اللي احنا بنشوفها مش حقيقية. بس خليني اقولك ان الموضوع تطور اكتر من قصة تصوير الافلام، وامتد كمان لتصوير الاعلانات، بما في ذلك الاعلانات البسيطة جدا كمان. طب تعالى بقى اقولك في الفيديو ده تطور الموضوع وصل لحد فين، لانه وصل لمنطقة خيالية شويتين. مبدئيا كده برامج تحرير الفيديوهات بتتيح للناس اللي شغالين عليها ان هم لو عندهم موديل عربية قديم متصور قبل كده مش محتاجين ان هم يصوروا الموديل الجديد، وممكن يستبدلوا المشاهد اللي هم صوروها دي بالفعل للموديل الجديد، او حتى لموديل مختلف تماما عن العربية اللي صوروها. يعني زي ما احنا شايفين كده، اللي على الشمال هو الفيديو اللي اتعمل فعلا، واللي على اليمين هو الفيديو الجديد اللي تم تعديله. وانت لما هتشوف الفيديو عمرك ما هتتخيل ان الفيديو ده عبارة عن تركيب لعربية جديدة، والكلام ده بيتيح ليهم ان هم يصوروا المشاهد الخارجية للعربية وكمان الانتريور بتاعها، ويعملوا مشاهد تقريبا مستحيل انها تتصور بعربيات حقيقية. الموضوع امتد مش بس للعربيات، ان البيئة كمان المحيطة بالعربية ممكن الإضافة عليها وتعديلها، وبيبان لك مشهد حقيقي تماما، ولكن هو في الحقيقة كله عبارة عن جرافيكس وإيديتس. طيب دي كانت الخطوة الأولى من الموضوع والخطوة البسيطة فيه، والموضوع تطور لمراحل أعمق من كده بكتير. خليني أقول لك إنه زمان لما كنت بتشوف إعلان لعربية كان غالبا العربية اللي بيعرضوها هي نفس الموديل اللي ممكن تشتريه من أقرب معرض، لكن تصوير مشاهد العربيات في الإعلانات عملية معقدة. لازم ينقلوا كل المعدات للمكان اللي هيصوروا فيه، ويجيبوا العربية نفسها كمان، ولازم يحافظوا على السرية عشان ما يظهرش أي أسرار صناعية في تصميم العربية، خاصة للموديلات اللي لسه ما تمش طرحها. أما دلوقتي بقى بفضل التقدم في الهندسة وبرامج الكمبيوتر بيستخدموا أجهزة محاكاة بتعمل موديلات عربيات بشكل دقيق جدا. واحدة من الأجهزة دي هي البلاك بيرد من شركة اسمها ذا مايل. ده عبارة عن جهاز متحرك قابل للتعديل بيخلق عربيات بتقنية الجرافيك الواقعي عشان يعملوا بيها إعلانات للعربيات. نقدر نقول بكل ثقة إن بلاك بيرد هو ثورة في عالم إعلانات العربيات والسينما كمان. أكبر التحديات في الإعلانات دي كانت توفر العربية، طبعا بتعديلاتها المستمرة اللي بتكلف كتير وبتبقى معقدة. ده غير إن العربية نفسها ممكن تتعرض لأضرار أثناء تصوير، واللي بينتج عنها خسائر مادية إضافية بتعلي من تكلفة التصوير النهائية. مع بلاك بيرد لأول مرة تقدر تعمل إعلان لعربية وتعيد استخدامه من غير ما تحتاج للعربية نفسها. بعد ما عملوا تقنية العربيات الواقعية بالسي جي آي، ابتكروا طريقة جديدة اسمها إعادة التغطية أو السكيننج باستخدام عربيات وهمية، وعرفوا إن أهم حاجة في العربية الوهمية دي هي أدائها الفعلي في السواقة واتجاه العجلات بتاعتها، فصمموا أول جهاز متحرك في العالم قابل للتعديل بشكل كامل. بضغطة زر واحدة جهاز البلاك بيرد ممكن يزيد طوله لمتر و20 سنتي ويزيد عرضه ل25 سنتي. كمان ممكن يغير العجل ويعدل التعليق عشان يقلد تقريبا أي تصميم شاسيه أو شكل الجنوط. الموتور الكهربائي بتاعه ممكن برمجته عشان يحاكي خصائص السواقة لأي عربية تقريبا، سواء كانت من الموديلات الحالية أو لسه موديل مستقبلي كمان. أصعب حاجة على فنانين السي جي آي هي تقليد حركة العجل وخصائص السواقة، زي إزاي وزن العربية بيتحرك في الملفات. عشان كده بلاك بيرد معمول بشاسيه قابل للتعديل عشان يتناسب مع تقريبا أي قاعدة عجلات وأي عرض لأي عربية بيقلدها. بمجرد ما بيتم ضبط البلاك بيرد حسب المعايير المطلوبة، بيقدر يكمل المسار بالموتور الكهربائي بتاعه اللي مبرمج إنه يقلد حركات الموتور التقليدية وتغيير السرعات وحركة العجلات وميل البدن وكل التفاصيل اللي ممكن تتخيلها. ولأن في عربية حقيقية بيتصور بيها خلال الإنتاج، فبيتم تسجيل التفاعل الواقعي ليها مع الأرض وحركاتها فيزيائيا والظل وكل التفاصيل دي. بعد التصوير فنانين السي جي آي بيضيفوا جسم العربية المطلوبة فوق البلاك بيرد اللي المفروض يكون بيسوق على الطريق. في كمان كاميرات على قمة البلاك بيرد بتسجل البيئة اللي حواليه عشان لما يتم إضافة جسم العربية الأسطح المعدنية تظهر عليها الانعكاسات الصح للمكان اللي حواليها. إنك تقدر تضيف عربية سي جي آي في البيئة اللي حواليها بعد الإنتاج خطوة حلوة، لكن شركة ذا مايل أخذت الموضوع أبعد من كده وطورت تطبيقات خاصة بالواقع المعزز بيخلي المخرج يشوف العربية المطلوبة بتقنية جرافيك واقعية وهي معمول لها تراكينج لايف فوق الجهاز نفسه.
ده بيسمح للمخرجين إنهم يعملوا تغييرات في المكان بناء على الشكل النهائي اللي هيظهر في الفيديو النهائي. في سببين رئيسيين لاستخدام بلاك بيرد في الإعلانات بدل العربيات الأصلية من الشركات المصنعة. أولا، ده بيخليهم يقدروا يصوروا في أي مكان وفي أي وقت من غير ما يحتاجوا العربية الفعلية، وكل اللي عليهم يعملوه بعد كده هو إضافة جسم CGI على البلاك بيرد. تخيل إن الإعلان اللي جاي اللي هتشوفه العربية ما ممكن ما يكونش للعربية الحقيقية خالص، ولكن ممكن يكون للبلاك بيرد وعليه طبقة CGI. وفكر بقى لو هتقدر تميز الفرق بين CGI والحقيقة، وفكر كمان في إن ده اللي وصلوا له لحد النهاردة، فما بالك بقى باللي ممكن يوصلوا له بكرة وبعده. الموضوع ما بقاش ليه حدود، وقدرة الناس العادية على التفرقة بين الجرافيكس والحقيقة كل يوم بتقل عن اليوم اللي قبله.